سبق قلت قبل كده ان كيليان امبابي لعن على اي فريق بيلعب فيه. لما مشي من باريس سان جيرمان انا من الناس اللي كانت مبسوطه انه ماشي على فكره. طبعا كنت متضايق لان هو مؤثر وجوان ومش عارف ايه، بس من جوايا كنت مبسوط. وحتى لما مشي قلت الحمد لله انه مشي. طب ليه انا كنت مبسوط؟ انا كنت مبسوط بمنتهى البساطه يا باشا، لان ده لعيب هو عايز يلعب بالشوكه والسكينه، عايز كل حاجه تخدم عليه في الدنيا، عايز ما يجريش، عايز يجيب جوان وينبسط ويلعب ويروح امريكا يلبس الكابات ويستخبى ومن الناس ومن الجمهور والكلام ده كله. هو عيل صغير، هو لسه دماغه ما كبرتش وغالبا دماغه مش هتكبر. الموضوع انتهى. الكارثه الثانيه بقى في ريال مدريد هو فينيسيوس جونيور. فينيسيوس جونيور يعني ايه يبقى فريقك خسران 4-0 يا جاحد وانت الكاميرا جايه قدامك وانت بتحاول تداري وشك من الضحك؟ يعني ايه؟ انت ما عندكش دم يالا؟ يد انا باريسي برشلوني، يعني اكتر فرقتين بيكرهوك في الدنيا، وكنت قاعد متعصب منك. انا كنت والله العظيم، والله العظيم انا كنت قاعد على القهوه بتكلم مع واحد صاحبي بقول الولد ده مهزأ، هو بيعمل كده ليه؟ ريال مدريد مش هيتصلح حالها الا لما الاثنين دول يمشوا، وانا بقول وهفضل اقولها لحد ما الاثنين دول يمشوا ويتصلح حالهم فعلا ويحطوا علينا، وهتضايق بس هقول انا كنت صح. مفيش كلام.